اتسألت كتير قوي ازاي انا بتحكم في المنشار بتاع التقطيع بتاع الكيك. النهارده باذن الله بوريكي كده اني بتعامل مع المنشار بكل سلاسه. انا بضغط عليه بس كده من الجناب وابتدي ان انا اتحكم في السلك بتاعه. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله الفيديو بتاع النهارده هنتكلم على تفاصيل تخص الكيك. اي نعم، انا مش هخبز معاكم في كيك، لكن هنتكلم على كل التفاصيل اللي تخص الكيك ان شاء الله. هيبقى لينا فيديو مخصوص هعمل معاكم فيه الكيك، لكن انا دلوقتي بقى عندي حد متخصص هو اللي شغال في الكيك، لاني طبعا انا مش هينفع اشتغل في كل حاجه لوحدي، لان الحمد لله المكان عندي ابتديت ان انا اكبره، فابتدى ان يبقى الموضوع تقيل عليا، فطبعا بنزل حد يشتغل معايا، وحد طبعا متخصص معايا وانا اللي معلماه ومدياله الخبره بتاعتي اكيد. بصوا كده، زي ما انتوا شايفين في البداية الكيك اللي انا شغالة فيه ده مقاس 12. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله طلع معايا 6 طبقات، ما شاء الله الطبقة عندي عريضة جدا زي ما انتوا شايفينها، مش طبقة رقيقة، لا طبقة ما شاء الله حلوة جدا سميكة، نفس طبقة الكريمة اللي احنا بنحطها. معايا كمان الكيكة هنا دي مقاس 14. بصوا الكيك بتاعنا مش محروق ولا اي حاجة، عشان بس احنا طلعنا ترند على اساس ان الكيك بتاعنا محروق، واحنا اللي حارقينه قصد كده عشان نطلع بيه ترند. لكن احنا الحمد لله احنا كان الاول المعدات بتاعتنا كانت صغيرة، فالحمد لله كبرنا المعدات بتاعتنا وجبنا بقى الفرن الكبير. وان شاء الله برضو باذن الله واحنا شغالين برضو في الفيديو بتاع الكيك هتشوفوا الفرن بتاعنا عامل ازاي، واقول لكم على تفاصيله عشان اللي حابب برضو ان هو يجيبه لو هو فاتح مشروع، فان شاء الله هيفيده جدا الفيديو ده. زي ما انتوا شايفين كده الكيك بتاعتنا قطعناها برضو ل6 طبقات، ما شاء الله الكيك معانا هش جدا. الكيك ده مخبوز من امبارح بالليل، يعني مثلا تقدروا تقولوا مثلا ان هو عدى عليه 9 ساعات، فبالتالي الكيك معايا هش جدا. وزي ما انتوا شايفينه ما شاء الله كمان بينزل فرفتة بسيطة، عشان بس ايه، انا ما ريحتوش يوم كامل، انا هنا مريحاه حوالي 9 ساعات بس. فبالتالي لما هاجي ابتدي احشيه انا مش هسقيه هنا، علشان انا هحشي وهبتدي ان انا اشيل الكيكات بتاعتي دي وهجهزها. عندي الاوردر ان شاء الله هيخرج بكره، فبالتالي انا هقعد كده كده الكيك معايا في التلاجة. فبالتالي هيبقى واخد كل الرطوبة بتاعت الكيكة من الكريمة، فكله هيبقى متجانس مع بعض، فعشان كده انا مش هسقيه. لكن لو انا هخرج اوردر حالا بقى بعد ما قطعته يبقى لا، انا هسقي، عشان انا بحب فعلا اسقي الكيك عشان بتديله طراوة كده حلوة جدا. لكن انا عشان هسيبه بس، فبالتالي انا مش محتاجة ان انا اسقيه. فيا رب النقطة بتاعت السقي الكيك دي برضو تفرق كتير مع ناس، لان في ناس بتسقي الكيك وهو مش محتاج يتسقي، وفي ناس ما بتسقيش الكيك وهو محتاج يتسقي. فانت اللي بتقرري الحاجة دي على حسب ملمس الكيكة في ايديكي عامل ازاي. زي ما انتوا شايفين الطبقات بتاعتنا حلوة جدا ما شاء الله. في ناس بتقولي انا لما بخبز الكيك بتاعي بيديني 4 طبقات، ليه مش بيديني مثلا 6 زي الطبقات اللي انت عاملاها؟ على حسب كمية العجينة او حسب كمية الدقيق اللي انت خبزتيه وحطيتيه في الصينيه قد ايه. يعني مثلا ما اجيش احط ربع كيلو دقيق سبونج عليه 3 بيضات عليه ربع كوبايه ميه واروح احطهم في صينيه مثلا مقاس 18، ما اكيد طبعا هيديكي طبقات قليله جدا. لكن هو ربع كيلو حلو جدا في مقاس 16، النص كيلو حلو معاكي جدا في مقاس 20، المقاس 18 ياخد معاكي 400 جرام دقيق عليهم 5 بيضات. فانت اللي بتقرري على حسب الكميه العجينه اللي انت حطيتيها. بصوا الاكياس بتاعه المشمع اللي انا فردتها ديت، انا بس عشان النقطه بس خدتني بتاعه الكيك عشان اتسالت عليها على الخاص. فالاكياس ديت انا بجيبها كده عامله زي المشمع، حلوه جدا يا بنات والله، احلى من الاكياس اللي انا وريتها لكم الاولانيه دي بنستخدمها طبعا ما فيش غنى عنها، بس عشان لو انا هلون كريمه، هرسم بيها، هكتب بيها، هلون حاجه بسيطه. لكن كعمل ان انا استخدم الكريمة على طول كحشو وتزيين، لا بصراحة الاكياس دي تحفة نينجا، تقدروا تقولوا كده نينجا، تحفة تحفة بجد والله. الكيس كان عامل 10 جنيه، انا بجيبه من عند مثلا اي حد بيبيع خامات ومستلزمات الحلواني، يستحمل معاكي عجينة الإكلير، عجينة بلح الشام، يستحمل معاكي البسكوت البيتي فور، حلو جدا والله. فعلا انا لما جربته ندمت ان انا اصلا ما عرفتوش غير متاخر، فتحفه معايا بصراحه، بينجزني كده في الشغل لما ببقى بحشي كميات، بياخد معايا كميه كريمه محترمه وبخلص على طول. زي ما انتوا شايفين كده انا هبتدي احشي الكيك عندي على طول من غير ما هبتدي اسقيه ولا اي حاجه. طبعا انا بسقيه في حالات معينه، عشان كده بقولك الموضوع ده انت اللي لازم تاخدي بالك منه، وعينيكي وايديكي هي اللي شايفه الكيك.
انا هنا هحشي الكيك عندي بكريمه فانيليا، وهحط عندي صوص فراوله. انا بستخدم ماركه جولدن باك، حلوه جدا، والحمد لله بحبها جدا في الحشوه، وبتعجب عندي العملاء، والحمد لله السكر كمان بتاع الكريمه ما بيجزعش العملاء، وبيشكروا ان السكر عندي بتاعي مظبوط، ويمكن كمان بيكون قليل. يعني انا بستخدم مقدار الكريمه عندي المقدار الشتوي يا بنات، انا قايله لكم ان في مقدار شتوي ومقدار صيفي. المقدار الشتوي عندي كوباية كريمة عليها كوبايتين مية عليها ربع كوباية سكر. طب بنعملها ازاي؟ بنضرب الأول السكر مع المية، وبعد كده نضيف عليهم الكريمة. طبعا برضو في السقعة اللي احنا فيها دي، وفي عز السقعة اللي احنا فيها دي، برضو بنستخدم مية سقعانة متلجة. ملوش علاقة انت في سقعة او في صيف ما تستخدميش مية سقعانة، لا، استخدمي مية سقعانة متلجة. زي ما انتم شايفين كده الطريقة اللي انا حبيت ان انا اشيل بيها الكيك، وحبيت ان انا اتعمد ان انا اشيلها قدامكم عشان البنات اللي حابة تاخد الفكرة دي وتجربها تحفة جدا. الكيكة بعد ما خلصتها حطيت عليها ستريتش راب، وحطيتها عندي في القالب بتاعها. انا مثلا خبزة عندي كيك مقاس 16، هشيلها عندي في صينية مقاس 16، واغطيها كمان من فوق، مخليش فيها هوا خالص عشان لما تخش معايا التبريد يعني الفريزر، فبالتالي الكيكة ما تكشش معايا. الكيكة بتكش يا بنات لو اتعرضت للتبريد مباشرة، فخلي بالكم من الموضوع ده عشان حصل معايا، وعشان كده انا عرفته وابتديت ان انا اقوله لكم. ودي مهمتي طول ما انا موجودة هنا، لازم كل اي حاجة اتعرض ليها او اي حاجة تقف معايا او اي حاجة جديدة امر بيها، لازم ان انا اقولها لكم بكل صدق وامانة، عشان انتي ما تقعيش فيها وانتي شغالة بعد كده. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو كالعاده ما تنسوش تسيبوا لي لايك، وتعليقاتكم تحت الجميله اللي بتفرحني وبحب اشوفها جدا. ولو عندك اي استفسار سيبهولي وهردلك عليه بنفسي، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.